يسر قناة منبع الفوائد العلمية ومجمع الفرائد الدعوية بالجزائر العاصمة أن تقدم لكم هذه المادة. ما لقينا لهم علاج لأن العوام واثقين فيهم. الريح مالت مال حيث تميل. اي والله خطيرين جدا. أثني بالشكر أيضا لسائر الإخوة في هذه البلدة المضيافة الذين وجهوا لنا هذه الدعوة إلى بلدتهم لنلتقي بالذين نسر بلقياهم ويكون لقاؤنا بهم سببا من الأسباب في زيادة إيماننا، ويكون لقاؤنا بهم سببا من الأسباب في زيادة إيماننا، عملا بذلك الشعار الذي أطلقه الصحابة لما كان أحدهم يأخذ بيد صاحبه ويقول له اجلس بنا نؤمن ساعة. هذه المذاكرة وهذا اللقاء وتبادل النصر كل هذا من أسباب تقوية الإيمان، من أسباب تقوية الإيمان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن هدانا للحق ثم بين لنا الوسائل التي بها نثبت على هذا الحق، لأنه كما جاء في كلمة الشيخ حفظه الله هذه الكلمة المفيدة التي ذكرنا بها، وقد تكلم عن بعض معاني هذه الخطبة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها. كان مجلس وش مثلنا شوف بن حنفي هذه قضية جابها في شيخ الكوس، لأنه هو أراد يفهم باللي راح يحل مكانه أنه رانا نجيبه باش نفسه. الحنفي ما عندوش علاقة معنا ولا كذا. أنا دعيت إلى وليمة تسوي الأخر، قعدنا بطبيعة الحال يعرفني، وفي الوليمة قال لك دير كلمة، درت كلمة، قلت له انت دير كلمه، انت راك شيخ كبير وكذا، من دير كلمه. هو في مكانه على واحد هو معسكر تجينا في المسخره. من بعد اعطوني كلمه درت فيها حس بعد قاعد تربيه الاولاد، وبعد ما قال خلاص ما يكفيها.